يا أنا المثالية عدو الإنتاجية. تقريبا أنا سمعت الجملة دي قبل كده من أبو زيد، وهي يعني هي مش حقيقية، هي أقرب ما يكون للحقيقة المرة اللي في حياتنا كلنا. شفت انت بقى مشاكلك بحواراتك مع الاكس، انت لو تخيلت كمية المشاكل او كمية الحاجات اللي احنا مش بنعملها بسبب ان احنا عايزين كل حاجة تكون طالعة بيرفكت، كل حاجة تكون طالعة بأحسن شكله. انت عارف احنا لو كنا مرة يعني عمل زي ما عملت دلوقتي، يعني دلوقتي ايه، عمال بفكر انا مثلا الفيديو اللي انا عايز اصوره تقريبا بقى 10 ايام، مش نفس الفيديو ده ولكن في فيديو تاني عايز اصوره بقى 10 ايام، وكل شويه بقى عمال اقول ايه، طب يلا هنظبط، طب استنى في عدسه معينه هصور بيها، طب عايز اجيب الاضاءه المعينه، لا عايز اشتري نضاره عشان نظري طبعا مش عشان حاجه، اللي هو عمال بسوف بطريقه رهيبه. انا حاسس ان ما ينفعش احرك النيك مايك كتير، ف خلينا اثبته ونرجع لكوبايه الشاي باللبن ونرجع لموضوعنا. اعتقد كده هو بقى ثابت، ونرجع ليه كوبايه شاي باللبن. بص يا صديقي، الفيديو ده انا عايز اصوره بقالي تقريبا يعني 10 ايام، او عايز اصور عموما اي محتوى بقالي 10 ايام، وعمال بقول ايه بقى، طب ماشي هنصور بكره، هنصور بعده، هنصور الفتره اللي جايه، هنصور لما نجيب حاجه معينه او لما نعمل حاجه معينه. خليني اقعد صوت التكييف عشان ما يبقاش الصوت بتاعه طالع في الخلفيه بشكل مزعج. ف فوكس عليا. الفوكس سيستم بتاع سوني رهيب بصراحه، رهيب. ف كل ما احاول اصور الفيديو ده ابص الاقي مشاكل تظهر. والله العظيم في جيت فيهم ظبطت كل حاجه، وظبطت سيت اب التصوير، وظبطت الاضاءه، وظبطت كل شيء، وفي الاخر اكتشفت ان انا مش لاقي المايك. قلبت الدنيا عليه وفي الاخر ربنا يبارك لاختي، كانت بتظبط شويه حاجات في الاوضه يعني كده، وخدت المايك شالته في شنطه صغيره عشان محدش يعرف مكانه غيرها فطبعا كنت بصور في وقت متاخر بالليل وما صحيتهاش، وبوظ التصوير، ما صورتش. مرة تانية طب في حاجات معينة عايز اتعلمها الاول، طيب انا عايز اصور بطريقة معينة، عاوز اطلع اللوج بطريقة معينة، عايز الون بطريقة معينة، عايز مواويل كتير وانتهت في الاخر بنتيجة محزنة للغاية، الا وهي ان انا ما صورتش. يعني فضلت احاول اطلع احسن حاجة باحسن شكل ممكن لحد ما النتيجة في الاخر كانت انا ما صورتش. فعايزين حل، عايزين حل لمشكله التسويف دي، عايزين نحاول، عايزين نشوف ازاي ممكن نبطل تسويف، لان مش دي اول مره. تسويف ايه التسويف دي؟ الواحد عنده مشاكل كتير عايز اتكلم معاها في الفيديو ده من كتر ما هي كتير داخل على بعضها. عايزين نحل مشكله البرفكشنزم، عشان خاطر في حاجات كتير في حياتنا احنا لو عملناها بطريقه كده يعني مش كل حاجه جاهزه، بس تعالى نعمل، تعالى نبدا، تعالى نشوف احنا ممكن نعمل ايه، وبعد كده نحاول قدام ان احنا نظبط الدنيا او نحاول نطور من نفسنا. فلا، والمشكله ان يعني ده الاولد ستايل بتاعي، ده اللي انا كنت بشتغل بيه اصلا قبل كده. انا كنت مطور برامج، فكنت بعمل موبايل ابلكيشنز. لو انت ما تعرفنيش يعني اهلا بيك. فاللي كنت بعمله ان انا كنت بعمل برنامج، وبعد ما اخلص البرنامج بنزله عادي جدا حتى لو في مشاكل الدنيا والاخره، وبعد كده واحده واحده ببدا اطور فيه، ببدا اعمل له ديفلوبمنت، وابدا اظبط الدنيا، وكل ما يحصل ابديت في حاجه معينه ابدا اعمل له بوش على الاب ستور او على جوجل بلاي، وبعد كده الناس تحمله، فبتلاقي المشاكل اللي كانت بتواجهها اتحلت وكل حاجه زي الفل. انا حاسس ان انا طالع فوق قوي مش عارف ليه. فلما كان ده بيحصل كانت كل حاجه زي الفل، كانت كل حاجه ماشيه كويس،
كنت بنتج بطريقه حلوه قوي، لحد ما بدات بقى ايه، لا انا عايز الحاجه تطلع باحسن شكل من اول مره يعني. وانا عشان اصور فيديو لازم اظبط شعري واحلقه وسشوار واظبط الاضاءه اللي انا عايزها، ولو في اضاءه مش موجوده استناها، ولو في عدسه معينه شفتها بقى يا لهوي، لو بقى شفت ريفيور انا بحبه محمود طارق مثلا عامل ريفيو لكاميرا جديده او عدسه جديده وانا عايز اشتريها بقى، لا انا خلاص انا هوقف تصوير، انا هوقف كاريري انا هوقف شغل، هوقف كل حاجه في حياتي لحد ما اشتري الكاميرا دي والعدسه دي وابدا تصوير، افضل بقى. وده غلط، ده غلط كبير، وده كان بيأثر في الانتاجيه بشكل مش طبيعي. احيانا ممكن اوقف شغل عشان خاطر مفيش شاي بلبن، مع ان انا اصلا محب للقهوه بطريقه رهيبه، عندي في مش عارف ظهر ولا ايه. بلاش اتكلم عن حاجه عندي عشان الدنيا جوه حلوه. ف عايزين حل مشكله الفريكشنزم، مشكله يعني ان كل حاجه عايزه تطلع حلوه ومن اول مره، مش عارف ابطل يعني. انا اتكلمت، انا ذات نفسي اتكلمت في فيديوهات قبل كده عن البرفكشنزم، واتكلمت انك انت ما ينفعش تتخيل ان كل حاجه تبقى تمام عشان خاطر تبدا تصور او تبدا تعمل الكونتنت بتاعك باي طريقه. لازم واحده واحده، ولازم تحاول تطور من نفسك واكتشفت ان الموضوع عبط. هو لما حاجه بتطلع حلوه انا معاك يعني. انا بحب الفيديوهات اللي من النوع ده، ان انا احط الكاميرا وابدا ريك ونتكلم مع بعض، نشوف بقى كتاب نتناقش فيه، نشوف مهاره معينه. يعني الحمد لله انا اعتبر عندي اكسبيرينس في مجالات كتير جدا، فممكن بقى ندردش ونرغي براحتنا ونتكلم كتير وكل الكلام ده. ولكن ما جربتش قبل كده اكتب سكريبت، او جربت مرتين ثلاثه، ولما جربت مرتين ثلاثه الفيديو طلع حلو، الفيديو طلع حلو قوي، بس اللي هو خد مني شهر مثلا. ليه بقى كل شويه طب اكتب، طب اعدل، طب اعمل، طب مش عارف ايه، لا ده يعني انا هبقى كتبت سكريبت ومش عارف وفي اضاءه معينه، مش هبوظ الطبخ عشان بجنيه ملح وبتاع. مش عارف ده كان صح ولا غلط، ولكن حاولت كتير ان انا اتخطى المرحله ديت وما اتخطاش بصراحه. يعني عايزين طريقه تبوظ الدنيا دي، او نصلح ما افسده الاخرون. اذا ما كناش احنا الاخرين، يعني اذا كنا احنا السيئين في روايه احدهم اصلا. ف مش عارف، وما اقدرش اوعدكم برضه بصراحه ان انا اصور حاجات الفتره اللي جايه، لان انا مش عارف اصلا نفسيتي عامله ازاي، والواحد تعبان بسبب حاجات كتير في حياته، وفي حاجات كتير محتاجه تتظبط. وانا هنا مش طالع اشكي ولا اصيح ولا لا خالص، انا زي الفل وحياتي 10/10. محدش دعوه بيا. انا بعمل الحاجه اللي بحبها دلوقتي. ادعوا لي بس ربنا يشفيني ويعافيني وفوق كده من الموالي الابيض اللي انا فيه ده. ف ايه رايكم؟ يعني مش عارف، انا طلع في دماغي ان انا اصور الفيديو ده وصورته، ممكن محدش يسمعه اصلا، او ممكن ما ارفعوش بصراحه، مش عارف اذا كنت ارفعه ولا لا. ولكن في النهايه مش عارف، انا حاسس ان انا توهتكم. او انا تايه اصلا، وانا مش عارف اطلع ليه. بس انا حسيت ان اسلم طريقه عشان خاطر نكسر موضوع البرفكشنزم ان احنا نطلع نصور. فقلت يلا اطلع حط الكاميرا صور، مش حتى كان في فاضل نص كوبايه شاي بلبن، فقلت يلا مش هعمل كوبايه جديده عشان ابان بقى ان انا لسه عامل الكوبايه بقى بتاع وايه. لا وقبل كده بقى كنت لا ده انا لازم لو هعمل مثلا سبانيش لاتيه، او هعمل مثلا كابتشينو، او هعمل موكا او ايس موكا او اي حاجه، اصل لازم بقى اصور فيديو بقى وانا بحط المكنه القهوه وانا بنزل وبحط التلج عشان خاطر دي تبقى الانترو الفيديو. وجيس وات يعني كل ده ملوش لازمه في حاله ان هو مش هيخليك تصور الفيديو. يعني جيت في مره اصور فيديو ما كانش فيه تلج، وانا خلاص هي طلبت معايا ايس كوفي، هعمل ايس كوفي مهما كان بقى. فدخلت اجيب تلج ما لقيتش تلج، مش مصور الفيديو. مش عارف ايه ده. ده غلط كبير انا معترف بيه وبحاول اصلحه بصراحه. ف مش عارف، لو انت زيي حاول ما تكونش زيي، حاول تاخد خطوه وتطلع تعمل. لو انت مثلا بتصور اطلع صور، سيبك بقى من انك تظبط
اي حاجه في اي حاجه، صور وبعد كده ربنا يحلها من عنده ونتفاهم بعدين. حاول تظبط اي حاجه وتوكل على الله وبعد كده نتفاهم. حاول تشتغل ونشوف وبعد كده ربك يسهل. حاسس ان ده الصح. حاسس ان احنا لو فضلنا نظبط في حياتنا او نظبط في حاجه عشان خاطر تطلع بالشكل اللي ممكن مش هتبقى حلو. حاجه جت على بالي دلوقتي، مش عارف اذا كان صح ولا غلط، بس حاسس الفيديو ده اصلا يعني مش حاطط فيه هوك ومش حاطط فيه اي حاجه ومش هحط فيه ثامنيل، فبصراحه اللي هو محدش هيتفرج عليه الا لو خلاص وصلت لمرحله معينه في يوم من الايام، او استمريت بصراحه في اللي انا عايزه وكبرت في يوم من الايام في الحته ديت. فممكن بعد سنتين 3 4 5 سنين تتفرجوا على الفيديو ده في يوم من الايام وتقولوا الفيديو اللي خلى عبد الله محمد يرجع يقدم محتوى، وتقعدوا بقى تسمعوه، تقعدوا بقى تشوفوا كل الهزار والضحك بقى وكل الكلام ده. فيديو مش محسوب له حساب ومش معمول له اي حساب، مش عارف ايه اللي انا بقوله ده. فيديو جه كده مش عارف انا طالع بقول ايه ولا بعمل ايه ولا بتاع، بس انا حسيت ان اول حاجه هتخليني اكسر البلوك زون يعني اللي انا فيها ديت، او مش عارف، حاسس ان في سلسله المفروض تتكسر، وعشان خاطر تتكسر كلها لازم اول حلقه تتكسر فيها. فلو اول حلقه اتكسرت بعد كده خلاص بقى كله هيكون سهل. فاول حلقه كانت تتكسر كانت بالنسبه لي ان انا اصور فيديو او ارفع اي حاجه او اعمل اي حاجه. فكرت اصور فيديو بصراحه، يعني ان شاء الله يكون كلام صح، وان شاء الله يكون كل حاجه تمام، وان شاء الله احاول اقوم اخد دلوقتي دش بارد كده وافوق واظبط الكونتنت بتاع الفيديو اللي انا كنت عايز انزله، واظبط بقى السيت اب واعدل الاضاءه تاني واظبط كل حاجه واصور الفيديو ده. يعني ان شاء الله اصور الفيديو ده النهارده بحيث يبقى ظاهر كده بشكل حلو وبشكل لطيف وان كل حاجه تمام. ان شاء الله هعمل كده. مين اللي بص لي في كوبايه شاي؟ شكرا يا جماعه، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش هبطل تصوير، شكرا. باي. انا مش عايز تعمل لايك، ما تعملش. يلا باي.